عندي عاده كده يا جماعه ان انا في الويك اند بحب ادلع اصحابي. تعالوا اقول لكم ازاي تدلعوا اصحابكم في اقل من دقيقه ونص، واعملي منشن لصاحبتك وما تسيبيش حقك. وهم الصحاب ليهم ايه عند بعض؟ اول حاجه رحت طالعه على رغيف عوف وانا راجعه من شغل. واللي لسه ما يعرفش رغيف عوف احب اقول لكم ان هو اول واحد بدا ترند الساندوتشز الكفته من 2017، وكمان في الساحل يا جماعه كان مكسر الدنيا السنه اللي فاتت، وكمان موجود في مدينه نصر في تيفلي بلازا. ده غير بقى كمان ان هو دلوقتي فتح في 6 اكتوبر وصل الدهشور بديزاين جديد خطير زي ما انتم شفتوه في الفيديو كده. وعجبني كمان عندهم الباكينج قوي، لما بصوا تاخدوا تيك اواي بجد الباكينج نظيف جدا، وكل حاجه في الساندوتشات مكتوبه عليها عشان ما تتلخبطوش. ودلعت بقى اصحابي وجبت لهم كل الساندوتشات اللي بيحبوها اللي لحمه بلدي 100%. وكمان دلعتهم بقى وجبت لهم شيبسي من رغيف عوف بيتعمل هوم ميد كده خطير يا جماعه. اكتر واحد عجبني كان الملح، وطبعا ما اقدرش انسى السلطات والصوصات اللي بتيجي مع الساندوتشات الخطيره. وعايزه اقول لكم ان اكتر حاجه بعشقها في رغيف عوف واللي اتشهر بيها ان هم بيعملوا العيش بتاعهم مميز موت يا جماعه، وطعمه خطير وفلافي كده، وطعم التتبيله في المشويات فعلا هيعجبكم وهتحسوه مميز جدا. وما تحطوا كمان عليه صوصات يا لهوي على الحلاوه. هتلاقوا عندهم فرايتيز مشويات كتيره جدا، وهتلاقوا عندهم كمان مكرونه بالكبده ومكرونه بالسجق. فانا بقى دلعت اصحابي وجبت لهم ميكس من الساندوتشز الخطيره دي وكمان كام نوع من المكرونه. يلا انتوا كمان دلعوا اصحابكم. العزومه دي على المنشن التاني خلاص اتدبس فيها، وهستنى رايكم اما تجربوا رغيف عوف في الكومنتس. يلا باي باي.